يا سيد قوم يا ابني، هتفضل نايم كده على طول ولا ايه؟ سيبيني يا ماما نايم شويه بقى، انا ما صدقت ما اخدت الاجازه. طب قوم يا ابني، انت واخد الاجازه من بدري، قوم دور لك على شغلانه. ايوه يا ماما حاضر، هشتغل وهقوم ادور على شغلانه، بس سيبيني نايم شويه من فضلك. وبعدين بقى معاك يا سيد، قوم يا ابني ما تكسلش. انا هقوم يا ماما وادور على شغل، مش هكسل ولا حاجه، بس عايزه انام شويه بقى، يعني تعبنا في الامتحانات والمذاكره والسهر طول الليل. طيب قوم يا ابني اجهز لك الفطار كده، افطر وتوكل على الله دور على شغل يلا. حاضر يا ماما، روح انت جهزي الفطار وانا هاجي وراكي. حاضر. ربنا يخليك لي يا سيد، ما تنامش تاني والنبي يا ابني. حاضر يا ماما. الواحد ما بيصدق الاجازه تيجي يقول لك اصحى ودور على شغل. سيبونا ننام شويه يا جماعه، سيرنا كتير بقى. ايه نام يا واد السيد نام، ولا يهمك بلا شغل بلا بتاع. يا واد السيد انت لسه نايم يا؟ يوه صباح الخير يا بابا. انت لسه نايم يا ولا ايه؟ نايم ازاي يا بابا، انا واقف قدامك اهو. ايوه واقف بتعمل ايه يعني؟ مش طالع تدور على شغل زي ما قلت لي ولا ايه؟ لا ازاي بقى يا بابا، وانا هقعد في البيت من غير شغل وهفضل نايم ولا ايه؟ ما يصحش. بس ماما قالت لي هتجهز الفطار وهخرج افطر واتكل على الله ادور على شغل. طب يلا يا ابني اطلع دور على شغل، ما تقعديش كده في البيت. طبعا يا بابا هطلع وادور على شغل واساعد حضرتك في مصاريف البيت كمان. هو انا صغير ولا ايه؟ انا كبرت وعارف ان حضرتك صرفت عليا كتير في الدراسة، لازم اعوض حضرتك واعوض ماما على كل تعبكم معايا. لا يا عم كتر خيرك، مش عايزين منك حاجة لا انا ولا ماما، بس هات مصاريف لنفسك. اعمل حاجة لنفسك عشان لما تكبر تعتمد على نفسك، ما تعتمدش على مصاريف ابوك وفلوس ابوك. الله، طبعا يا بابا من غير ما تقول. ده انا اطلع بس افطر كده واغير هدومي واتوكل على الله، وباذن الله مش هرجع غير وانا اقول لك ان انا هستلم شغل ان شاء الله. طب يلا اطلع عشان تفطر وما تتأخرش. من عيني يا بابا، ورا ظهرك على طول. معلش بقى يا سريري، هضطر اطلع ادور على شغل، بس هرجع لك تاني برضه. انا عارف ان انا صعبان عليك وانت كمان صعبان عليا، بس هنعمل ايه بقى؟ عايزة حاجة يا حاجة قبل ما امشي؟ عايزه سلامتك يا اخويا، ما تحرمش منك. طيب لو احتجت حاجة بكلميني. حاضر يا اخويا. الواد ده برضه لسه ما طلعش. يا واد يا سيد. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا ابويا، معلش كنت بفطر كده وجهزت نفسي واتوكل على الله. طيب يلا اتكل انا على الله يا حاجة، لو احتجت اي حاجة في اي وقت اتصل عليا. تروح وتجيلنا بألف سلامة يا اخويا، وما تحرمش منك ابدا. عايز مصاريف ولا حاجة يا سيد قبل ما امشي؟ لا يا ابويا، عايز سلامتك، ما انت اديتني مصاريفي امبارح. طيب يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا اخويا. مع السلامة يا ابويا. يا ماما بقول لك صباح الفل ما بترديش عليا، مش تقولي لي صباح النور صباح الورد منور يا ابني، اي كلمة كده. يا صباح العسل يا سيد يا عسل. يلا يا حبيبي مش فطرت؟ اتوكل على الله يلا دور على شغل. والله انا صعبان عليا واحد نبغى زيي يطلع يدور على شغل، اللي زي المفروض هو الشغل اللي يدور عليا. عندك حق يا حبيبي، بس ربنا قال لك اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك. ونعم بالله يا ماما، ما عشان كده انا خارج اسعى برضه. طيب يلا يا حبيبي عشان ما تتأخرش. اتكلنا عليك يا رب. مش عايزة اي حاجة يا مامي؟ عايزة سلامتك يا روح مامي، روح ربنا يرزقك يا ابني. سلام يا ماما. مع الف سلامة يا حبيبي، ربنا يكبر بخاطرك يا ابني. سلام عليكم يا قمر. سلام ورحمة الله. امرني. كنت بدور على شغل، عندكم شغل؟ لا موضوع الشغل ده مش عندي للأسف، يعني حضرتك ممكن تدخل تقابل المدير. طيب والمدير ده قابله ازاي؟ حضرتك هتفضل منتظر هنا وانا هدخل اكلم المدير، ولو قال لي انه فاضي هخليك تقابله، مش فاضي بتاخد ميعاد وبتقابله في الميعاد اللي بيديهولك. طيب اوكي ماشي، انتظر هنا وحضرتك هتتعبي معايا وتدخلي تكلمي المدير تقولي له ان انا بدور على شغل، لو قال لك خليه يقابلني ادخل له، لو قال لك مش هينفع خلاص اديني ميعاد واجي في ميعادي. اوكي اتفضل حضرتك انتظر وانا هدخل له دلوقتي واطلع اقول لك. شكرا يا قمر، معلش نتعبك معانا. لا ولا يهمك ولا تعب ولا حاجه. عن اذنك انا هدخل المدير واطلع. اذنك معاك يا قمر، انا في انتظارك هنا. البت دي اموره قوي، يا رب اخبز لنا لقمه عيش في الشركه دي، خلي ايامنا تبقى حلوه كده باذن الله. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا تهاني، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا فندم كله تمام.
طيب الحمد لله. في حاجة ولا ايه؟ اه يا فندم، في واحد بره بيدور على شغل، قلت له هسأل سيادة المدير الأول وبعدين برد عليك. طيب يا هاني اوكي، بعتهولي. حاضر يا فندم. تؤمر بأي خدمة؟ لا اشكرك يا تهاني، اتفضلي. عن اذنك يا فندم. اتفضلي يا تهاني. تقدر تتفضل، المدير في انتظارك. والله الواحد مش عارف يقول لك ايه يعني. شكرا يا انسه يا قمر، شكرا. اتفضل. يزيد فضلك يا استاذه. اتكلنا على الله. صباح الخير يا فندم. صباح النور. ممكن اتعرف باسمك؟ اسمي سيد يا فندم. اهلا وسهلا، عشت الاسامي يا سيد. ربنا يخليك يا فندم. سيد انت اشتغلت قبل كده؟ لا يا فندم، الصراحة أنا بدرس، والمرة دي قلت بدل ما أخد الأجازة دي في البيت أنزل أي شغل عشان أساعد والدي في مصاريف البيت. هايل، برافو عليك، هدي الشباب الجدعة ولا بلاش. شكرا لحضرتك يا فندم. طيب أنت بتفهم في إيه يا سيد؟ ليك في الحسابات، ليك في الترجمة، ليك عشان أعرف بس أنت بتفهم في إيه عشان أعرف أحدد لك العمل اللي أنت هتشتغله. انا الحمد لله يا فندم بفهم في اي حاجة. حضرتك لو عايز تختبرني في اي حاجة، حسابات، ترجمة، قراية، كتابة، اللي حضرتك عايزه. طيب 9 في 9 زائد 5 ناقص 3 زائد 4 بكام يا سيد؟ 9 في 9 زائد 5 ناقص 3 ناقص 4 زائد 1 يبقى معانا الاتنين 1950 يا فندم. 1950 ده عيد ميلادك يا سيد؟ ده النتيجة يا بيه. مش حضرتك قلت لي 5 في 5 زائد 9؟ أنا قلت 5 في 5 زائد 9. طيب سيبك من الحسابات. أحسن برضه يا فندم، عشان أنا برضه حاسس إن أنا حساباتي بحسب بسرعة ومفيش حد بيحسب زيي، عشان محدش بس يحس إنه أقل مني في حاجة. طيب اتفضل يا سيدي، اقرا لي الورقة دي من فضلك. طبعا يا فندم بكل سرور. السيد رئيس مجلس الإدارة. السيد رئيس مجلس الإدارة، مش مجلس، مجلس. السيد الرئيس مجلس الإدارة، تحية طيبة وابعد. تحية طيبة وبعد. تحية طيبة وبعد. نشكر الأستاذ أشرف علي حسن سلوكة. نشكر الأستاذ أشرف على حسن سلوكه. على حسن سلوكه. طيب تمام برافو عليك يا سيد. خلاص تقدر تسيب رقم تليفونك عند الأستاذة تهاني بره واحنا هنبقى نتصل بيك يا سيد. اتفضل. يعني أنا كده نجحت؟ نجحت إيه يا حبيبي وأنت في امتحان؟ أيوة يعني قصدي قبلت في الشغل إن شاء الله، بس سيب تليفونك واحنا هنبقى نتصل بيك. شكرا يا فندم، كتر خيرك. تقدر تتفضل دلوقتي يا سيد. عن إذنك يا بيه. اتفضل يا سيد. ايه تهاني؟ سيد هيسيب لك رقم تليفونه، بعد ما يمشي ارمي رقم التليفون في الزبالة. بقول لك يا ده سيد، ما تخش تشوف شغل هنا كمان، خليك ماسك العصاية من النص. ما قبلتش هنا تقبل في الشركة، ما قبلتش في الشركة تقبل هنا. خليك ناصح بقى وذكي كده. اقف معايا يا رب وارزقني عشان خاطر ابويا وامي يا رب، يقبلوني في اي شغلانة كده واشتغل واجيب لقمة عيشي من بره، ما استناش مصاريف ابويا. يلا ده سيد اتكل على الله وادخل. يا اتكلنا عليك يا رب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عمنا، ما عندكش شغل ليا؟ لا والله يا ابني، في الوقت الحالي الشغل ضعيف ومش قد كده، فممكن لو معاك رقم تليفون تسيبه وقت ما نحتاج حد ابقى اكلمك. ايوه بس انا كنت محتاج للشغل ضروري، يعني مش هقدر استنى. انا لسه كنت في شركة وقالوا لي برضو سيب رقم تليفونك وهنبقى نكلمك. انا عايز انزل شغل عشان اجيب مصاريفي. والله يا ابني الظروف على قدها، ولو في مكان انزلك النهارده قبل بكره. الواحد بيتمنى للناس كلها الخير. ايه رايك يا حماصة؟ انت سامع رجب ده لقطة. طب ايه رايك نلغيه ولا ايه؟ طبعا، وهي دي محتاجة سؤال يا صاحبي، بس سيبه لما يخلص الكلام مع صاحب الكافيه. يعني مفيش امل يا عمنا اقف لك على التسجة، اعمل لك شوية شاي شوية قهوة، حتى لو عايزني امسح لك الكافيه امسحهولك. انا واد حلوة قوي في الشغل يعني واعجبك. والله يا ابني انا من قلة الشغل واقف لوحدي في الكافيه، يعني معايا ابني قال لي عايز انزل معاك يا بابا، قلت له يا ابني مفيش مكان ليه، بس معلش سيب لي رقم تليفونك يومين 3 كده وعدي عليا. ماشي يا عمنا اللي تشوفه. طب اتعب بقى وهات لي كوبايه شاي عشان انا بلف من الصبح على كوب رجليا لحد ما رجليا وجعتني. حاضر يا ابني اتفضل.
يزيد فضلك يا عمنا. ما قلتليش شاك ايه يا ابني؟ سكر زيادة هندسة. طب وبعدين بقى يا ربي؟ بقول لك ايه كبير، ما تيجي تقعد معانا شوية؟ ولا انت ما بتحبش تقعد مع حد؟ انت بتكلمني انا؟ ليه ما بحبش اقعد مع حد؟ ليه؟ ده انا بحب الصحاب وبموت في الصحاب، وطول عمري بصاحب وبتصاحب والدنيا كلها بتحبني. طب قومي حماسة وقعد ابو الصحاب في وسطنا. من عيني يا عم رجب. تعالى يا زميلي اقعد. لا يا عم خليك قاعد في مكانك وانا جيت اقومك، ولا انا اقعد على الكرسي التاني ده؟ لا والله ابدا، تعالى اقعد هنا. ماشي يا فنان اللي تشوف. اسمي الكريم ايه؟ اخوك سيد. وانا رجب سيد، عشت الاسامي. الله يخليك يا صاحبي. وده صاحبي حماصة. عشت الاسامي يا عم حماصة. ربنا يخليك يا سيد، تشرفنا اخويا. الشرف ليا انا صاحبي. انا سامعك بتطلب شغل يا زميلي. والله خلصت الدراسة وقاعد كده، قلت بدل ما انام في البيت انزل ادقدق في اي حاجة كده. رحت قدمت في شركة، قالوا لي سيب رقم تليفونك وانا بنتصل بيك. وجيت كلمت الراجل بتاع الكافيه قدامكم اهو برضه، سيب رقم تليفونك وبتصل بيك. مش عارفة اعمل ايه يا زميلي. طب ايه رأيك تيجي تشتغل معايا انا وحماصة، ورزقنا ورزقك على الله؟ وماله يا صاحبي وانا طول، بس اعرف نوعية الشغل ايه بالظبط والمرتب بتاعه كام. شغل رايق وخفيف يا صاحبي، وهتاخد فيه احلى فلوس. وما تردش عليا دلوقتي، فكر براحتك ولما تنوي كلمني. ايوه يا عم رجب، ما فهمتش برضو طبيعة الشغل ايه؟ فاهم يا حماسة سيد طبيعة الشغل بتاعنا ايه؟ احنا مندوبين يا عم سيد، بنوصل الطلبات لحد باب البيت. اللي يطلب مننا طلب بنروح نجيبوله ونوصلوله. يعني شنطة بتستلمها مننا وبتسلمها للزبون، وبيطلع لك احلى لقمة عيش. ايوه طب مندوبين تبع شركة ايه، ولا الشنطة دي فيها ايه؟ ايا كان اللي فيها بقى يا عم سيد، احنا ما بنشغلش دماغنا. احنا الطلب بيطلب مننا بنوصله وناخد فلوسنا وسلام سلام. جرب يا سيد ومش هتندم، تقول رجب وحماسة عملوا معايا الصح وزيادة. طب والشغل ده اقدر استلمه من امتى يا رجب؟ من دلوقتي لو عايز، بس ادي لنفسك فرصة تفكر ورد عليا. بكرة استناك في نفس المكان، ايه رأيك؟ خلاص يا رجب سيبني لبكره وارد عليك، وهجيلك هنا في الكافيه واللي فيه الخير يقدمه ربنا يا صاحبي. خلاص اتفقنا يا زميلي، ان شاء الله معرفة خير يا رجاله. الحمد لله على السلامه يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الواد سيد عمل ايه؟ لسه ما جاش والله لحد دلوقتي يا حاج، انا قلبي مشغول عليه. لا ما تقلقيش، قلبك مشغول على ايه؟ ده هيدور على شغله هيجي، مش معقول هيشتغل في نفس اليوم يعني. طيب يا اخويا ادخل اجهز لك الاكل. لا لما سيد يجي نبقى ناكل مع بعض يا حاج. ماشي يا اخويا اللي تشوفه. سيد وصل بالسلامة. الحمد لله يا ابني على السلامة. عملت ايه؟ طمني. الحمد لله يا امي، كل شيء كويس والحمد لله. طمني يا سيد، عملت ايه؟ رحت شركة يا ابويا، قدمت فيها ودخلت على السكرتيرة، قالت لي ادخل للمدير. دخلت للمدير سألني كام سؤال ورديت عليهم. قال لي سيب رقم تليفونك وانا بنتصل بيك. وبعدين؟ وانا ماشي في الطريق لقيت كافيه، قلت ادخل اسأل فيه برضه. كلمت صاحب الكافيه قال لي لا والله الدنيا مش مظبوطة معايا، وسيب رقم تليفونك لو احتجت لك بتصل عليك. بس كده؟ لا يا ابويا، لقيت ولدين قاعدين جوه وسامعيني بتكلم صاحب الكافيه على شغل. قالوا لي احنا معانا شغل، لو عايز تيجي تشتغل معانا يا مرحب بيك. هتشتغل شغل خفيف وتاخد احلى فلوس. بتقول ايه؟ شغل خفيف وتاخد احلى فلوس؟ ويا ترى شغل خفيف ايه ده اللي بتاخد فيه احلى فلوس؟ هو قال لي مندوب يا ابويا، بس قلت له مندوب ايه وتبع شركة ايه؟ ما فهمنيش برضه. وقال لي خد وقتك وفكر قبل ما ترد عليا. يعني ما قالكش طبيعة الشغل ايه؟ لا يا ابويا، بيقول لي اوردر واخد شنطة منهم واسلمها لناس تانية واخد احلى فلوس وشغلانة خفيفة. هو كلامهم الصراحة عجبني، بس انا حسيت كده ان ادورها في مخي الاول قبل ما ارد عليهم، وقلت اجي اقعد مع حضرتك انت برضو ترشدني للصح. ناصح يا واد يا سيد، ربنا يخليك لينا. لازم تاخد رأي ابوك في كل كبيرة وصغيرة طبعا. الموضوع ده محتاج قاعدة مع بعض عشان نفهم نعمل ايه كويس. ادخل انت يا حاجة جهز لنا الاكل وانا اقعد شوية انا وسيد. من عيني يا اخويا، حاضر. 5 دقايق بالظبط والاكل هيكون جاهز. اقعد يا سيد، فهمني الموضوع ده. فهمني بقى، العيال دول قالوا لك ايه بالظبط؟
انا كنت واقف بتكلم مع صاحب الكافيه يا ابويا، وبسأله على الشغل، وهم كانوا قاعدين على الكراسي وسامعين الحوار اللي داير ما بيني وما بين صاحب الكافيه. تمام. استنوني لحد ما خلصت كلام ونادوا عليا، قالوا لي انت بتدور على شغل؟ قلت لهم انا رحت قدمت في شركه وجيت هنا على الكافيه وبدور على شغل عشان انا خلصت الدراسه، وقلت بدل ما اقعد في البيت اشتغل اليومين دول. كويس. ها؟ بس لقيتهم بيقولوا لي شغل خفيف وفلوس كتيره، مره يقولوا لي مندوب وبتاخد اوردر وبتوصل طلبات، ومره يقولوا لي هتيجي تستلم مننا شنطه وتسلمها للعميل ومالكش دعوه الشنطه دي فيها ايه، اهم حاجه يطلع لك فلوس كتير. انا بيني وما بينك يا ابويا فرحت ان يطلع منها فلوس كتير وهيبقى شغل خفيف، بس في نفس الوقت حسيت ان قلبي اتقبض، حسيت ان الموضوع في حاجه مش مفهومه. بص يا ابني، انا نفس الكلام برضه. اول ما حكيت لي انا حسيت ان الموضوع مش كويس، فسيبك من العيال دول وسيبك منه الشغل اللي احنا مش عارفينه ده. طب ايه رايك يا ابويا، دينا بندردش مع بعض اهو، ايه رايك لو روح حتى اجرب يوم ولا يومين كده اشوف الدنيا فيها ايه؟ ولا تجرب يوم ولا نص ساعة حتى، الموضوع ده منتهي بالنسبة لي وبالنسبة لك. دور على مكان تاني يا ابني، لقيت في شغل ماشي، ما لقيتش خلاص خليك قاعد، احنا مش هنموت من الجوع يعني. ربنا يخليك ليا يا ابويا، انا عارف ان احنا مش هنموت من الجوع، بس انا برضو مش واخد على قعدة البيت، انا واخد على الشقة، يعني عايز اطلع اجرب هنا شوية وهنا شوية اشوف الدنيا فيها ايه، واعمل لي قرشين ينفعوني في مصاريف المدرسة. يا ابني هو انا مقصر معاك في المصاريف؟ لا يا ابويا مش مقصر ولا حاجة. طيب امال ايه يعني؟ انا نفسي اشتغل يا حاج، مش حابب قعدة البيت. يبقى انزل يا ابني دور على شغل تاني غير الشغل ده، الشغل ده انا مش موافق عليه. ولا حتى يوم واحد اجربه يا حاج؟ مش يمكن شغالين في حاجة كويسة واحنا اللي خايفين؟ هتسمع كلامي يا ابني ولا لا؟ ايوه طبعا يا ابويا. خلاص ما تفكرش في الموضوع ده تاني، ولو العيال دول اتصلوا عليك ما تردش عليهم. عايز تشتغل اطلع دور على اي شغلانه تانية، مش عايز خلاص خليك في البيت، ولو احتجت اي حاجه كلمني وانا سداد. انا مش لاقيك في الشارع يا ابني عشان تضيع مني. ربنا يخليك ليا يا ابويا، ما يحرمنيش منك ابدا. ويخليك ليا يا ابني. يلا قوم كده اغسل وشك واغسل ايدك ويلا عشان نتاكل لقمه معايا. حاضر يا حاج اللي تشوفه. عن اذنك يا حاج. اتفضل يا ابني. العيال دول اكيد شغالين في حاجه مش مظبوطه.